بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اللقاء مخصص للشباب، ورسالة هذا اللقاء موجهة إلى الشباب، ذلك أن الشباب عمدة المجتمعات، والمجتمعات تزدهر وترتقي بشبابها. ومتى كان الشباب يحمل همة عالية عمل في إنجازها بالهمة نفسها. ولو أننا تصفحنا التاريخ وبحثنا في خفاياه لنجدن التاريخ يتجدد وتحدث أحداثه بفعل الشباب. والنموذج المفضل عندنا نحن المسلمين في تجديد حياة الناس فكرا وارتقاء وبناء في هذه الحياة على أسس قويمة وسليمة هو نموذج الأنبياء. فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بعثوا في فترة من أعمارهم هي فترة العطاء العظيمة، ينتقل بها الشباب إلى حيث يمكن أن ينجز أعظم الإنجازات. والأنبياء لم يبعثوا في الكهولة والشيخوخة، وإنما بعثوا وهم في فترة الشباب وعطاء الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم تنزلت عليه الرسالة السماوية وهو في 40 من عمره، وهو عمر الكمال والفطنة والذكاء والتقييم الراجح للأحداث. وكان من قبل ذلك وهو في ريعان شبابه إنسانا فاعلا منفعلا بأحداث مجتمعه، مسهما في كل ما يحدثه ذاك المجتمع من تطورات حضارية واعتقادية. فكان يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها وهو في ريعان الشباب، وكان يشارك في حلف الفضول الذي شهده قبل نزول الوحي عليه وهو في شبابه وقد استحسنه. وأيضا هو الذي حل إشكالية وضع الحجر الأسود في موضعه عندما كاد قريش أن تختلف ويتشقق صفوفها في المنافسة بمن ينال شرف وضع الحجر الأسود في موضعه. هذا النموذج النبوي العظيم هو الذي نجعل منه أسوتنا وقدوتنا، وينبغي أن يكون كذلك. وشباب اليوم في عالمنا عندما يخرجون بأنفسهم من مجال النبوة إلى مجالات الجاهلية نراهم يأتسون ويقتدون بنماذج هابطة في ألبستهم وفي أفكارهم، فتجدهم يتمثلون حياة الممثلين والمشاهير من المغنين، وهذا ما لا ينبغي أن يكون نموذجا للشاب المسلم الذي يجب أن يجعل من رسول الله أسوته وقدوته.